شينا بتقول له اتمنى لك سنه سعيده، بيرد عليها وبيقول لها وانت كمان سنه سعيده. بتقول له اتمنى السنه دي نكمل علاقتنا مع بعض، وبيقول لها وانا كمان. وبيلاقي مامته بعتله رساله بيقول ايه ده، هو ده وقتك النهارده ولا ايه؟ وهوب بيلاقي شينا نامت على حضنه من غير ما تحس، وبيفضل يبص عليها وبيقول هي النهارده تعبت علشان طبخت كذا طبخه. بيفضل يحاول ان هو يصحيها بس ما كانتش بتصحى، هوب بتنام اكتر واكتر. بيقول هعمل ايه دلوقتي؟ بيقول ريحتها جميله جدا، وبيضطر ان هو ياخدها للاوضه بتاعته. بيقول هنيمها على سريري وانا هنام على الاريكه. بيفضل يبص عليها كده وبيقرب لها، بيقول بجد زي ما قالت يوري بشرتها جميله جدا، وبيقول لها تصبح على خير. تاني يوم بيجي عندها وبيلاقيها لسه نايمه. بيتفاجئ وبيقرب منها علشان يحاول ان هو يصحيها، وطبعا بيفضل يبص لها كده وبيحاول يصحيها كذا مره بس نومها كان تقيل. لما بتصحى بتتفاجئ وبتتخض الخضه دي علشان فهمته غلط. بتقول له صباح الخير. بيقول لها اضطريت انيمك على سريري علشان انتي نمتي من غير ما تحسي. وطبعا بتكون مكسوفه وقالت له هو انت اصلا ليه نيمتني هنا؟ بيقول لها هو انت اصلا ما كنتيش حاسه؟ خلاص ما تفهميش الموضوع غلط، انا مش زي الرجاله التانيين على فكره. بتقول له خلاص خلاص ممكن ما تكملش. وبيقول لها على فكره لازم تكوني واثقه فيا زي ما انا واثق فيكي. خلاص وانا كمان ما قلتش حاجه. وبيلاقي باباه ومامته بيجيله زياره وكان مبسوط. مامته بتتفاجئ قالت له المره اللي فاتت لما جيت لوحدي ما كنتش محترم زي النهارده. وبيقول لها هو انت لازم تعلقي يعني؟ شينا قالت لها مبسوط علشان شفتك مره تانية. وباباها بيقول لها انت بقى البنت المشهوره اللي اسمك شينا اللي غيرت حياه ابني. بيقول له هو انت بتهتم بيها؟ قالت له طبعا فوجي مفيش زيه، شخص محترم وبيعاملني معامله كويسه. فوجي ابتدى يبص عليها كده وبيقول لها هو انت متاكده يعني؟ هنا بتلاقي ان هما كانوا مبسوطين مع بعض وقريبين، وبتقول له تحسهم وكانهم يا دوب متجوزين. بيقول لها فوجي هما دائما كده في البيت متعودين يعني. ومامته بتقول له انا جبت لشينا لبس اليوكاتا علشان نروح للمهرجان، وهي بنت جميله هيلبق لها. وطبعا ما نسيتش ابنها فوجي لما بيلبس بيجي بالجمال ده. وباباها بيقول له انا بجد فخور بيك. بيتفاجئ اكتر لما بيشوف شينا بلبس اليوكاتا. مامته بتقول له ايه رايك؟ وابوه بيقول بجد جميله جدا. وبيقول فوجي وانا كمان شايف كده. وهما رايحين بيقول لها انت بجد بتمثلي هيئه الجمال الياباني، لطيفه وجميله في نفس الوقت. بتوشوش في ودنه وبتقول له وانت كمان اللبس لايق عليك وانت كمان جميل. وبتروح جري وطبعا بيتكسف. هنا لما بيجوا المهرجان كل الشباب كانوا بيبصوا على شينا وعلى جمالها، بس هي بتبص بس على فوجي، ومن كتر الزحمه كانت هتقع. فوجي بيمسك ايديها وبيقول لها لازم طول الطريق تمسك ايديا علشان ما تقعيش، وبيجيبها للمكان الجميل ده. اي حد بيجي للمهرجان طبعا لازم يجي يشرب العصير الفاصوليا، مش عارف طعمه ازاي بس المهم. هو بيقول لها ممكن نتبادل مع بعض علشان ادوق العصير اللي انت بتشربيه. بتتفاجئ بس مع ذلك بتديه وبتفضل تبص كده. قالت له بجد اول مره اجرب ده وكانه محرج. وبيقول لها خلاص انا اسف بس انا اتعودت اتصرف كده مع اتسيكي ويوري عادي يعني اصدقاء مع بعض. وبتقول له اصلا انا وانت اصدقاء مقربين، عادي ان انا ادوق من العصير بتاعك. هنا بيقول لها بصي ماما مش عامله مشاكل. وبتقول له طبعا علشان مع باباك الانسان اللي بتحبه. وقالت له يلا بسرعه خلينا نروح. هنا لما بيجوا البيت شينا بتقول انا بجد انبسطت معاكم، اول مره احس بطعم السعاده. وبيمسك لها شعرها كده. بتقول له هو انت متعود تعمل مع كل البنات كده؟ بيقول لها طبعا لا بس انت الوحيده. وبتتفاجئ اشمعنى انا؟ هنا بتقول له ممكن ما تتكلمش معايا بالطريقه دي. ولما بتروح بتقول له فوجي انت بجد واحد غبي. وبيقول لها ايه ده، هو انا اللي غبي ولا انت؟ هنا اهله رايحين وبيقول له مستنيين زيارتكم. بيقول لشينا زي ما انت شايفه ابننا عنيد بس مفيش الطف منه، اتمنى ان علاقتكم تستمر. فوجي بيتفاجئ من كلامه. بيقول له هو انت ليه بتتكلم كده اصلا؟ مش شايفني واقف قدامك؟ شينا بتقول له طبعا مفيش زي فوجي، شخص محترم وبيعاملني معامله كويسه. هنا بيقول لها مش ضروري تجامليني قدام اهلي. قالت له مش بجاملك، صحيح باباك شخص محترم بس انت بجد شخصيتك رائعه، اصل انت مش عارف قيمه نفسك. انا هروح احضر الاكل. وطبعا بيعجبوه الكلام. تاني يوم الحشريين دول بيكونوا بيتكلموا على شينا انها عندها حبيب. اتسيكي بيقول له هو انت مش سامع؟ مش هتقول حاجه؟ بيرد عليه مش مشكلتي. لما بيروح البيت بيقول لها في المدرسه بيتكلموا ان انت عندك حبيب. قالت له اكيد ما شكوش فيك صح؟ اكيد هيفهموا الموضوع غلط وصعب ان احنا نوضح، علشان كده لازم الفتره دي ناخد بالنا.
وقال لها ده اللي لازم نعمله. بتقول هو احنا بجد بنتظاهر كأننا متجوزين يعني؟ قال لها مش عارف، بس طبعا مش هتخيل شخص مثلي هيكون حبيبك. قالت له قصدك ايه شخص مثلك؟ هو انت مش عارف قيمتك ولا ايه؟ انت شخص لطيف وحنون وشخصيتك جميلة جدا، عشان كده لازم تقدر قيمتك، وانت اصلا جميل. وبيتفاجئ وطبعا بيشكرها. هنا بتقوله بصراحة بس مش بيخليها تكمل كلامها، وبيقولها هروح علشان اغسل الاطباق، وقالت له خلاص. هنا كانت قاعدة لوحدها وهي مكسوفة. فوزي بيبص عليها وبيقول مادام هتتكسفي ليه حطيتينا في الموقف ده؟ تاني يوم بتيجي يوري عشان تديه نصايح بخصوص عيد الحب. البنات والشباب بيكونوا مع بعض من الكلام ده. شينا بتتكسف وكمان فوجي. يوري بتقول لشينا هو انت هتدي شوكولاته لمين؟ شينا قالت لها قصدك اصدقائي اللي في الصف؟ قالت لها طبعا بتكلم عن الشباب. قالت لها مستحيل، اكيد هيفهموا الموضوع غلط ومش هقدر اسيطر عليهم. يوري بتقول لفوجي انت بقى هجيب لك الشوكولاته انا. تاني يوم كل البنات دول بيجيبوا الشوكولاته للشاب ده مسمينها الامير. كل البنات معجبين بيه. التيكي بيقول له بص ابن المحظوظه جابوا له كل الشوكولات دي. اما فوجي بيقول له مشهور ده لازم يفتح محل شوكولاته. وبيقول له التيكي ما تزعلش، اصل يوري جابت لك شوكولاته. هنا بتقول له اتمنى ان تعجبك، ما تخافش فيها المر والحلو كمان. بتقول له لازم اروح دلوقتي. التيكي بيقول له وانا كمان. فوجي بيلاقي الشاب ده لسه قاعد حيران ازاي هيشيل كل الكميات دول، وفوجي بيديها الكيس. هنا بيجي علشان يشكره بس بيسيبه ويروح. طبعا بيتفاجئ ولما بيدوق شوكولاته يوري كان طعمها وحش خالص. بيقول بنت المجنونه حامل فيها ايه؟ وبتلحقه شينا بالحليب مع الشوكولاته وبيتفاجئ من طعمها. قال لا ايه ده؟ اشمعنى دلوقتي عملتي الحليب مع الشوكولاته؟ دايما بتعملي الحليب لوحده. هو انت قصدك على عيد الحب صح؟ طبعا هنا شينا بتتكسف وبتقول هو انت ضروري تتكلم كده؟ انا لازم ارجع لبيتي. وبيلاقي ان شينا جاله علبة الشوكولاتة وطعمها جميل جدا عكس شوكولاتة يوري. تاني يوم بيجي ده وبيشكره على الكيس اللي اداهوله. قال له ما عملتش اي حاجة اصلا. وبيقول له خلينا نتقابل مرة تانية. التيجي لما بيجي بيتفاجئ ازاي ده واقف معاك. قال له بس اديت له كيس امبارح. قال له ايه ده؟ هو انت شايل كيس معاك؟ انت بجد غريب. بيقول له هو انت قربت من شينا اديتك الشوكولاته؟ قال له مالكش علاقه. صحيح هي يوري بتعرف تطبخ؟ قال له بس هنتجوز هتتعلم الطبخ. قال له لما يوافق ابوك اصلا عليها بنت مجنونه. لما بيرجع البيت بيشكرها وبيقول لها عايزه ايه في المقابل؟ قالت له ما عملتش كده علشان المقابل، اصلا انت جبت لي دبدوب وكمان كريم. قال لها اصلا احنا اصدقاء مغربين. قالت له خلاص السنه الجايه هنحتفل مع بعض بس بعيد ميلادك. قال لها ايه ده؟ وكأنه وعد ان احنا هنفضل مع بعض. قالت له بس انا بكون بجد مبسوطه معاك. وبيشكرها. قالت له بس ما تفهمنيش غلط ها، ما يروحش خيالك بعيد. قال لها خلاص خلاص. هنا بيجي علشان يشتري لها هديه وبيلاقي صعوبه. بيطلب من الست دي انها تساعده. قالت له احسن حاجه ان انت تاخد لها اكسسوارات. ولما بيروح عندها بيروح في الشياكه دي. وطبعا بتكون متفاجئه من شعره زي ما قالت له ارفع شعرك علشان ملامحك تظهر. وقال لها لازم اغير اللوك ده صح؟ قالت له بالعكس ده لايق عليك. وطبعا لما بتشوف الهديه بتعجبها جدا وبتلاقي كارت مكتوب فيه تقدر تطلبي اي حاجه. بس بيقول لها تقدري تقريه في بيتك اصلا. بس بتقول له خلاص هطلب منك حاجه واحده ان انت تساعدني ان انا البسها. وبيقول لها بجد لايقه عليك، مش قادره اتحمل ان انا ابص عليها. تاني يوم بيتقابل مع اتسيكي وبيقول له ضحكتك واضحه ها، هو انت اتقربت من شينا؟ قال له احنا مجرد اصدقاء اصلا مستحيل نكون مع بعض. قال له بجد هتتغير بكره هتشوف وانا مبسوط علشانك. مشكلتك ان انت شايف ان انت اقل منها وما تستاهلهاش يعني، بس هتشوف. لما بيرجع البيت بيلاقيها مستنياه وبتقول له ان انت اتاخرت. بيقول ايه ده؟ ليه بتتصرف معايا وكانها مراتي؟ يقول لها انا اكلت وجبه خفيفه مع تسيكي. قالت له يعني اتعشيت مش هتاكل معايا؟ قال لها بالعكس هاكل معاكي. قالت له اصلا انت ضعيف تقدر تاكل كذا وجبه. وبيقول لها انت اللي ضعيفه بصي شويه هتنكسري. قالت له مش للدرجه دي. هنا لما بيلمس ايديها بيعتذر منها علشان هي مش بتحب اي حد يلمسها. قالت له ما عنديش اي مشكله ان انت تلمسني بس الشباب التانيه مش بحبهم. وطبعا هنا بيقول مدام كده احسن. وبيلاحظ انه مش لابسه الاسوره. بيقول لها وانت مش لابساها ليه؟ بتقول له بصراحه. رد عليها انا مش قصدي اجبرك. قالت له انا شلتها علشان بعمل شغل البيت عايزه احتفظ بيها زي الدبدوب وكريم الايد. بيبص عليها كده ومش بيعرف يقول اي حاجه. بيقول لها هروح علشان اغير لبسي. بتقول له فوجي هستناك يلا بسرعه. هنا بيقول هي بجد بتتعامل معايا وكانها مراتي، هعمل ايه مع البنت دي؟ ولحد هنا بيخلص الملخص بتاعنا. استنوني في انمي جديد. يلا سلام.